يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم منين ما كنتوا عم تتابعوني. فيديو جديد ووصفة جديدة. ووصفة اليوم هي زهرة أو أرنبيط، على هوا ما بيحكولها، في ناس بتقلها زهرة وفي ناس بتقلها أرنبيط. ورح تكون وصفة تغيير عن الروتين مثل ما بتعرفوا الطريقة المعتادة. ولتحضير هاي الوصفة بنحتاج معلقة كبيرة زبدة وبيضتين وتوم وليمونة وراسين من الزهرة وكزبرة وورقتين غار وأربع معالق طحين ونص كاسة زيت زيتون، كاسة صغيرة. والبهارات اللي بدنا إياها بابريكا وكمون مطحون وفلفل أسود مطحون وكزبرة مطحونة وكمون. وهاي هي المكونات اللي بنحتاجها. واكتبولي بالتعليقات شو بتحبوا أعملكن وصفات. وعندي هون راسين زهرة رح أقطعه هون هيك بشكل عرضي تقطيع مشان اسلقه بالمي. بدي حطه اسلقه شوي بالمي، ما رح اسلقه كتير. خليت هيك القطع قطعة كبيرة مشان ما تفرط حبة الزهرة إذا قطعتها أصغر من هيك. والسماكة انتو بتتحكموا فيها. رح سطرن هيك بالطنجرة انه بشكل ما يفرطوا فوق بعض. رح اسلق انا الراسين سوا مع بعض بنفس الطنجرة. الوصفتين بحاجة اني نسلق الزهرة اليوم. وهي الراس التاني من الزهرة رح اقطعه بشكل قطع صغار وكمان حطه بالطنجرة نفسها. وخبروني بالتعليقات انتم من المقالي بتحبوا الزهرة بتحبوا البطاطا. هلا الأغلبية بحبوا البطاطا، بتحبوا الباذنجان، وشو بتحبوا أعملكن وصفات اكتبولي بالتعليقات. وجربوا هدول الوصفات اللي اليوم رح نعملن واعطوني رأيكم فيهم. حطيت هون الزهرة ورح أقطع ليمون مشان كمان حطها بتسحب مية السلق تبعيت الزهرة، بتعطي ريحة طيبة للزهرة وبتغير شوي من نكهتها. ورح أحط مطيبات ورقتين غار وضيف مي مشان اسلقهم فيها. ما رح اسلقهم فيها كتير، شغلتي بس هيك انه يعني تغلي غلوتين الزهرة رح اتخلص من المي. غطيتها ورح احطها على نار وسط. وهلأ بين ما تغلي الزهرة غلوتين رح اجهز الكزبرة، رح اقطعها هيك فرم ناعم ونجهزها. واغلب الامهات بس تبعت ولادها يشتروا لها كزبرة بيخربطوا بينه وبين البقدونس. هذا غلط شائع عند الامهات، بين الامهات والولاد بيصيروا. وهون حطينا الطحين ورح احط نص معلقة بهار ليمون حكيت لكم اختياري، ونص معلقة كمون مطحون، وربع معلقة كزبرة مطحونة، ونص معلقة فلفل اسود مطحون، ومعلقة صغيرة ملح. ورح اخلطهم سوا. وبعد ما خلطنا هدوك حطيناهن على جنب ورح نجهز خلطة تانية. حطيت بيضة، انا حطيت بيضتين، رح احط بيضة بعد شوي لانه ما كفت. وحطيت معاها نص معلقة كمون وربع معلقة فلفل اسود وسنايتين توم مهروسين ورح اخفقهم منيح. وبعد ما حطيت بيضة وحدة حسيت قليل، انا قلت لكم من الاول اني استخدمت بيضتين وهي حطيت البيضة الثاني وعم امزج الخليط كامل. وبعد ما انتهينا من خليط البيض حطيناه على جنب. وبصحن صغير رح احط سنايتين توم مهروسين ونص كاسة زيت الزيتون الصغير اللي معنا، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة من بهار الليمون، وربع معلقة من الكزبرة المطحونة، وربع معلقة من الفلفل الأسود. ورح نخلطهم مع بعض منيح لحتى يتجانسوا. وهيك هذا الخليط بيكون جاهز. ورح نحط له الملح لنعدل فيه النكهات ونخلطهم ونحطه على جنب. وبهذا الوقت هيك بتكون الزهرة خلصت، غلت معانا غلوتين. ورح نجهز خليط تاني، سناية توم وعصير ليموني ومعلقة صغيرة كمون. ورح نخلطه منيح. هذا الصوص للتغميس كتير طيب، جربوه رح يعجبكم. ورح هون بعد ما شوي بردت الزهرة رح طالعة بصحن. طبعا انتبهوا القطع اللي قطعناهن بشكل عرضي ما يخربوا معاكم، طالعوهم بشكل منيح. وهيك بعد ما طالعتهم حطيتهم بصينيتي للفرن فيها ورق زبدة وعم ادهنهم بالخليط اللي عملناه تبعيد زيت الزيتون. رح ادهنهم بشكل منيح من فوق ومن تحت. حتى هلا بس خلص منهم بدي احطهم بالفرن. حاولوا كتير تخلوا الخلطة عليهم، ملكوهم بالخلطة منيح منيح. وهيك بعد ما دهنتهم وراح ادخلهم على الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة. انتو شوفوا بيختلف احيانا من فرن لفرن، بس انتو تشوفوهم محمرين بيكونوا استووا لانه كل فرن بيختلف عن الفرن التاني. وهون رح نبدأ بالخلطة التاني. عم بلي القطع اللي عملناها قطع صغيرة، عم بلها بخليط البيض وبعده بالطحين
كمان بلوها منيح وحاولوا إنه تكون عليها كمية طحين منيحة تغطيها كاملة، وحطوها على جنب كل قطعة بقطعتها. رح نجهز الكل وبرجع لكم. للي عندهم أطفال، أنا هالزهرة كانوا ولادي أبدا ما ياكلوها، بس بهاي الطريقة حبوها وصارت إنه يعني من الأكلات المميزة عندهم لما بنعمل مقالي. حاولوا إنه دائما تغيروا بالأكلات، ما تعتمدوا الأكل إنه خلص قانون ثابت، لا غيروا فيها بالطريقة اللي انتو بتحبوها، حتى انتو تحبوها ويكون يعني غير الروتين المعتاد وولادكن يحبوها. وهيك بعد ما انتهينا رح نحضر مشان نقلي. حطيت الزيت بالطنجرة ورح أخليه يحمى وأقليهم. وهيك بعد ما حمي الزيت رح أنزل من الزهرة. حاولوا لا تكتروا بالمقلي إنه كمية كبيرة، وحاولوا يكونوا بعاد عن بعض. ورح نزل أنا كمية. وهيك بعد ما انتهيت طبعا بتغشكن الريحة لبرا طالعة إنها سمك. الريحة ما شاء الله، واللون شايفينه انتو دهبي دهبي، ريحته قريب كتير للسمك. اللي بيحب السمك هاي السمك كذابة. وهدول اللي كانوا بالفرن هيك خلصناهم اتحمسوا ما شاء الله، ريحتهم كمان بتشهي. رح نحضر هلأ الزبدة، رح أدوبها بالتقلاي مشان نحط معاها الكزبرة. أنا فرمت الكزبرة معاكم وجهزتها. هاي رح نعملها تقلاي للي بالفرن، لنجهز أطيب تقلاي ريحتها. يعني الكزبرة مع الثوم انتو غنيين غنيين عن التعريف، انتو أدرى فيهم وبريحتهم. وهيك رح ندهن فيهم، والريحة ما شاء الله كتير طيبة. وهيك بعد ما انتهينا وكان فيديو اليوم، وهاي الطبختين بشكل يعني تنتين مختلفين وبطعم مختلف مع الصوص. وهذا الصوص اللي عملناه بيناسب كتير مع الزهرة المقلية. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوه. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وبشوفكم في فيديو جديد.